السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا معاكم اخوكم محمود الهيتي. النهارده مكملين تمرين الظهر من نظام البوش وبول والليجز. دي تعتبر تاني تمرين الظهر في النظام دوت. زي ما انتم شايفين، اول تمرين هتبقى العقله ضيق. طبعا هتسخن كويس جدا زي ما اتفقنا. كل التمارين هتلعبها 4 ادوار، كل دور ما بين حوالي 8 ل 12 عده. تاني تمرينه بتلعب ضيق. التمرينه دي كويسه جدا جدا، اللي هي البول داون. حاول على قد ما تقدر تثبت وسطك وتشد بظهرك اكتر من ايدك. وبعد كده هتلعب منشار او اللي هو الوان ارم رو زي ما بتسميها. نفس النظام، انت بتنزل تحت شويه بس مش قوي، بس بتحاول انت اللي بتتمكن في الوزن، مش الوزن هو اللي بيتمرجح معاك. نفس النظام، بتلعب على كل جهه، وبتحاول تبتدي بالايد او الناحيه الاضعف بحيث ان انت تقويها. كده الظهر خلاص. ما تنساش، انا عارف ان ممكن يكون 3 بس تمرينات، بس ما تنساش ان انت دي تاني تمرين الظهر في نفس الاسبوع. احنا اتفقنا حلاوة النظام دوت، انت بتتمرن 6 ايام في الاسبوع. بعد كده بتلعب ترابيز. لو افتكرتوا التمرينه الاولانيه اللي احنا لعبنا الترابيز بالبار، يبقى المره دي هنلعب بالدمبل. وطبعا احنا طالما احنا بنلعب بول، يبقى هنلعب معاها بايسبس. هنخش برضو 3 4 تمرينات كده او تمرينتين بنفس النظام، من 8 ل 12. وزن تقيل نسبيا وتركز فيهم على قد ما تقدر. التمرينات ديت اللي هو البايسبس وانت قاعد على الانكلاين، حاول على قد ما تقدر تركز وما تشيلش اوزان اتقل من اللي انت تقدر عليها عشان كتفك ما يتصابش. وانت نازل لازم تنزل بتركيز كويس جدا عشان ما تصيبش كتفك. وطبعا في الاخر هتلعب بالدمبل على كرسي الارتكاز.